السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف القصه ديت فانصحك تروح تشوف الاجزاء اللي فاتت علشان تفهم الاحداث. رابط الاجزاء اللي فاتت هتلاقيني سايبهولك في الوصف او في علامه اللايك اللي هتظهر لك فوق على الشمال او بالترتيب في التعليقات مع اسم القصه لو كنت حابب تعرفها. وبس من غير ما اطول عليكم كتير اسيبكم مع فلاش باك صغير وتحديدا من ارك النمل من الموسم اللي فات. وفي اثناء ما هم ماشيين كده بتظهر قدامهم ملكه النمل وامراء النمل الكبار. بتقول ملكه النمل للديك الملعون انها بتشعر ان الديك الملعون بيمتلك رماد من جينو، فبتطلب منه انه يجيب الرمل ده. بتعرفه ان جينو وحش اسطوري من سلاله العنقاء، عندها طريقه علشان تقدر ترجعه تاني. المهم بتاخد من الديك الملعون الرمل بتاع جينو وبتبدا تستخدم تعويذه الشفاء بتاعتها. في النهايه بتقدر تحول الرمل بتاع جينو ده لبيضه وبتقوم عاطياها للديك الملعون. بس لو كان خد باله من حاجه، التعويذه السحريه اللي ملكه النمل بتستخدمها دي بيقول لها ان هي ملكه، فعلى طول بتتقطع التعويذه السحريه ديت وبتروح للاهو وتحديدا بتدخل في نص دماغه. فبينصدم كل الموجودين من اللي حصل، حتى ملكه النمل والامراء الكبار مش مصدقين اللي شايفينه، ويوفينج ويوي بيكونوا هيموتوا من الرعب بانهم يا دوب لسه موقعين اتفاقيه السلام، فده معناه ان ممكن الحرب تحصل. وفجاه لو بيبدا يحس بالالم وبيقول لفين ان هو تعبان جدا. فبتعرفه ملكه النمل ان التعويذه السحريه بتاعتها قويه جدا وان مفيش انسان يقدر يستحملها، لانه لو امتصها كده مره واحده هينفجر، بس لو طلع تعبان بسبب ان تاثير جرعه تغيير الحجم انتهى مفعوله. لكن بالنسبه لملكه النمل والامراء الاربعه بيحسبوا ان هو مات، لكن فجاه لو بيصحى وبيقول لهم ان هو بقى حاسس انه اقوى، كمان بقى حاسس انه يقدر يعالج اي حاجه. ده خلى ملكه النمل مصدومه وبتقول هو ازاي قدر يمتص قوه سحر العلاج من غير ما يحصل له حاجه الا لو كان الشخص اللي بتفكر فيه. بتعرفنا ان من 1000 سنه كانت دخلت في قتال واتصابت اصابات خطيره، فاضطرت ان هي تستريح شويه على قمه جبل، والجروح اللي حصلت لها دي بسبب ان هي كانت بتقاتل ملكه النحل. بس ملكه النحل غدرت بيها فقدرت ان هي تسبب لها جروح شديده وكانت على وشك الموت. فجاه بتستشعر قوه انسان من بعيد وبتقول ان هو اكيد لو اكتشف انها مش انسانه هيخلص عليها. لكن الشخص ده بعد ما بيقرب منها بيسالها لو كانت كويسه ولو كانت محتاجه مساعده، فبتساله ملكه النمل هو عايز ايه منها وهيعمل ايه دلوقتي. فبيقوم الشخص ده حاطط ايديه ورا ظهره كده، فبتقوم معتقده انه هيطلع السيف بتاعه ويخلص عليها، لكن بالعكس بيقوم مطلع قلاده سحريه وبيقول لها انا قررت ان انا هسلفك التعويذه السحريه ديت علشان تعالجي نفسك. فبتنصدم هنا وبتقول هو مش المفروض يقتلني؟ بتسال نفسها كده لو ما كانش يعرف ان هي وحش فليه يا ترى بيحاول يساعدها. فبتقرر تعرفه ان هي وحش مش انسان. فبيقول لها البشر الصغير ده ان هو ما عندوش اي مشكله، لانه بيعتقد ان كل الكائنات الحيه على نفس المساواه، وان هو ما عندوش مشكله ان هو يديهولها وتعافي نفسها. وعرفها ان هو هيسيب القلاده السحريه ديت معاها لحد ما يخلص المهمه بتاعته، وانهم في النهايه هيتقابلوا وهياخد منها القلاده السحريه. ومن وقتها وملكه النمل كانت كل اسبوع بتروح تستنى عند النهر ده علشان ترجع القلاده السحريه للطفل ده. عدى ايام واسابيع وشهور وسنين وهي مستنياه. في النهايه بتفقد الامل وبتقول ان هو ممكن يكون مات. هنا بتقول ملكه النمل لله وان هو اكيد يا اما هو الشخص اللي انقذها يا اما ممكن يكون من نسله حفيده مثلا او ابنه. فبيستغرب لو بيقول لها ان هو مش فاهم حاجه. بتعرفه ان القلاده السحريه اللي هو امتصها ديت كانت قويه جدا، وان الطريقه الوحيده اللي خلتك تمتص القلاده السحريه دي من غير ما يحصل لك حاجه هي انك تكون بالتاكيد من نسل الشخص اللي انقذني. وبتقول له ان هي مبسوطه جدا لانها شافت حفيد الشخص اللي انقذها. وبتعرفه ان جده لما كان ساعدها من 1000 سنه ما كانتش بتقدر تتكلم ساعتها فما شكرتوش، فعلشان كده هي بتشكره دلوقتي. وبتقول له بما انك كمان من نسل الشخص اللي انقذني علشان ارد لك الجميل هديك خيط روحي من قوتي. يستغرب لو اول ما بيشوف الخيط ده في ايده، لكنها بيتعرفه انه باستخدام افكاره يقدر يخفيه ويظهره. اول ما يقدر يظهر الخيط ده كل اللي عليه يعمله ان هو يقوم شده كده فهتقوم ظاهره قدامه عشان تساعده. فبيقول لها لو اشده كده مثلا، واول ما بيشد الخيط بتنتقل ملكه النمل من عند الامراء اللي جنب لاو. بتعرفه ان هو ما يستخدمش الخيط ده ابدا لانه بيشتغل مره واحده بس هي هتديه خيط تاني دلوقتي. بس لو بيقول لها ان الحركه دي شكلها ممتع وعايز يسحب الخيط مره تانيه، فبتتعصب منه وبتقول له ما يسحبش الخيط غير في الحالات الضروريه. وبعد كده فين ولاو والفريق بيروحوا يستنوا الطيارات اللي هتيجي ترجعهم لمدينه التنين او مدينه ميني هاي. بس هنا لاو بيجي وبيعرف فين ان هو عدل تقنيه الابر الكونيه بتاعته ومتاكد المره دي انه هيخليه اقوى، فعلشان كده بيطلب من فين انه يسيبه يعالجه بالابر لانه المره دي اكيد هيخليه اقوى. طبعا هنا فين على طول بيقول له انه دايما واثق فيه واكيد فعلا المره دي هيخليه اقوى. المهم بنشوف احنا بعد كده الهليكوبترات اللي جايين علشان ياخدوهم، اللي كان فيها اتنين عمالين بيتكلموا عن فين ولاو وانهم قدروا يهزموا ملكه النمل وامراء النمل. ومش كده وبس، ده قدروا كمان يوقعوا اتفاقيه سلام مع الوحوش. والشخص ابو شعر اصفر ده اللي بيكون اسمه جي بيسال صاحبه يا ترى فين ولاو دول قوتهم قد ايه، فبيعرفوا صاحبه اللي بيكون اسمه بو ان اكيد بالشكل ده هم اقوى منهم كلهم. فبيكمل جي كلام وبيقول لبو ان هو سمع ان في اتنين من ملوك الوحوش في مدينه سانج، بس بو بيعرفه ان ملكه النمل هي وحش خارق من مستوى ملك الوحوش، وبالنسبه لامراء النمل فهم لو اندمجوا بيتحولوا لملك وحوش. وده خلى جي يقول لبو ان لو المقاتلين اكتشفوا ان فين ولاو قدروا يهزموا وحش من مستوى ملك الوحوش ووحش تاني من مستوى ملك الوحوش الخارق، الكل هينصدم من قوتهم وهيكونوا كلهم عايزين يضموهم لفرقتهم. وبعد شويه بيكونوا وصلوا عند فين ولاو، وجي وبو بينزلوا بيشكروهم على كل اللي عملوه
بيعملوه عشان ينقذوا مدينه سانج. بس بعد كده جي بياخد باله ان وان تشاو فاقده وعيها. بيقوم لي تشينج معرفه ان بعد ما سلموا اخوها لملكه النمل، فلما شافتهم وهم بيعدموه اغمى عليها من الصدمه. فهنا جي بيعرفه انه مقدر الموقف اللي وان تشاو فيه، وبيعرفه ان الموضوع مش هيكون سهل على وان تشاو لانها خسرت الفرد الاخير في عيلتها. بس بعد كده جي بياخد باله من حاجه، بياخد باله من الديك الملعون، وحش من مستوى ملك الوحوش زي ما هو سمع. بس مش ده اللي هو مستغربه، اللي مستغربه ان هو بيتعامل مع الاتنين دول بشكل طبيعي. فده معناه ان الاتنين دول هم فين ولاو، لانه لما بيشوف لاو كده بيفهم ان هو ده الشخص اللي بيستعمل الابر. وبالنسبه للشخص اللي مغمى عليه ده بيعرف ان ده فين، بس تقريبا بيعتقد ان فين ميت. وبعد كده لاو بيفضل يعتذر لفين وبيعرفه ان التقنيه بتاعته لسه محتاجه شويه تعديلات لانها فشلت المره دي كمان. وده اللي خلى جي ينصدم كده وبيقول ان واحد بقوه فين اغمى عليه بقى في الحاله ديت ما بين الحياه والموت بسبب شويه ابر. عامه هو دلوقتي فهم ازاي قدروا يهزموا ملكه النمل ويخرجوا من مدينه سانج على قيد الحياه. بعد كده جي ده بيروح يعرفهم انه هيروح هو وبو يتناقشوا في شويه اتفاقات مع ملكه النمل بالنسبه ليهم هم، فهيرجعوا للمقر الرئيسي بتاعهم في مدينه التنين. وبعد كده بيجهز تعويذه تطهير من المستوى الفائق وبيبدا انه يطهرهم كلهم، وبيقول لهم ان هو بس بيتاكد انهم كويسين ومش مصابين باي مرض معدي. وهنا يو فينج ويوي بيعرفوا جي وبو انهم هم بيتناقشوا مع ملكه النمل يخلوا بالهم علشان ما تتعصبش وتخلص عليهم. بس هنا جي بيعرفهم انهم على الرغم من انهم ما يقدروش يهزموها الا انهم عندهم القدره انهم يقدروا يهربوا. لكن جين مو كان عنده راي تاني وهو عمال بيقول في نفسه ان وان تشاو ذات نفسها ما كانتش قادره تتحرك، وفين بقوته هو كمان ما كانش عارف يتحرك بسبب الضغط اللي كانت عاملاه ملكه النمل، فنسبه انكم كنتوا تهربوا دي شبه مستحيل. المهم فين ولو الفريق بينطلقوا للمقر الرئيسي في مدينه التنين. بالنسبه لجي وبو فهم بيتجهوا علشان يتكلموا مع ملكه النمل. بينتقل بنا المشهد بعد كده في الوقت اللي فين ولو وصلوا فيه للمقر الرئيسي بتاع مدينه التنانين. كان رئيس قسم التنين بنفسه مستني فين ولو ده، في حين ما كان نايت واقف جنبه كده وبيعرفه انه بيشعر بقوه وحش خارق من مستوى ملك الوحوش. فبيبتسم كده وبيقول ان ده معناه ان الديك الملعون وصل معاهم. المهم اول ما بتهبط الطياره بيبداوا كلهم ان هم ينزلوا، فنايت اخد باله ان الجاسوس جين مو رجع من غير ما يحصل له اي حاجه. وبعد كده بياخد باله من لاو والديك الملعون، وفين اللي كان مغمى عليه والديك شايله، وشادو اللي كان مستخدم تعويذه الاختباء ومستخبي جوه القلاده بتاعه الديك الملعون. المهم بعد كده رئيس القسم بيعرفهم ان هم ابدعوا في المهمه دي ورجعوا باقل خسائر ممكنه، وكمان قدروا ان هم يعملوا اتفاقيه سلام مع ملكه النمل. فعلشان كده بيعرفهم ان هم لازم يستريحوا دلوقتي وبعدين هيبقوا يكافئوهم. وبالليل بنشوف في المستشفى المركزيه لمدينه التنانين كانت وان تشاو لسه نايمه فيها بسبب الصدمه. بس وهي نايمه كده كانت عماله بتعيط كل ما بتفتكر وحش السلمندر اللي كان عمال بيضرب اسهم على اخوها علشان يخلص عليه. وهي للاسف ما كانش في ايديها ان هي تعمل اي حاجه. اخوها الصغير واخر فرد من عيلتها، الشخص الوحيد اللي كان معاها من وهي عيله صغيره، مات قدام عينيها بالاسهم. ورغم كده كانت اخر كلماته الاخيره انه مش زعلان منها وانه بيحبها. في النهايه بتصحى من النوم كده وبتفضل تعيط عليه. المهم بنروح بعد كده الفين اللي كان لاو بيحاول يصحي فيه بريشه من الديك الملعون بعد ما خلاه يغمى عليه بسبب تقنيه الابر بتاعته. واخيرا بعد 3 ايام كان فين صح، وده طبعا مش بسبب ان لاو كان بيحاول يصحيه بريشه من الديك الملعون، ده بسبب النظام اللي كان خلى فين يستعيد طاقته ونشاطه وزود قوه فين بنسبه 15%. بعد كده بدا لاو يعتذر لفين بسبب ان تقنيه الابر بتاعته فشلت وخلته ينام لمده 3 ايام. بس فين بيعرف لاو انه حاسس انه بقى اقوى وبيفضل يشكر فيه. ده في حين ما كان النظام متعصب لان لاو بياخد الفضل كله. هنا طبعا لاو ما بيصدق ان فين بيطبل له، وكان مبسوط جدا لان تقنيه الابر بتاعته نجحت، وبيعرف فين ان هو هيحاول يرقيها كمان. ده في حين ما كان فين بيعرف ان هو عنده استعداد في اي وقت يجرب التقنيه بتاعته حتى لو كانت هتفشل. بس هنا جي بيدخل غرفتهم وبيعرفهم ان رئيس قسم مدينه التنانين محتاج يشوفهم في غرفه اختبار القدرات عشان يشوف مستوى قوتهم. لكنهم هنا كانوا مستغربين ومش عارفين ده مين. بس عامه فين بيروح علشان يقيس قوته، والجهاز بيكتشف ان عمر فين 19 سنه، وبالنسبه لقوته القتاليه هي 0، قوته السحريه 0، وقوته البدنيه 0. وده اللي خلاهم كلهم مستغربين ازاي مقاتل زي فين بالضعف ده. فهنا بداوا يتناقشوا مع بعض وبيعتقدوا ان الاجهزه الالكترونيه مش هتقدر ان هي تقيس قوه فين ولاو، نظرا لان من الواضح كده قوتهم غير مستقره. في النهايه بيقرروا انهم هيخلوا فين ولاو يوجهوا لكمات للاجهزه الحديديه لقياس الضربات البدنيه. لكنهم لما بيبصوا وراهم كده بيلاقوا فين ولاو اختفوا من المكان، لكنهم كانوا راحوا يقفوا في الطابور مع المقاتلين البوذيين اللي كانوا بيقيسوا قوتهم البدنيه في جهاز اللكم الحديدي ده، لان لاو كان بيعتقد ان طالما في طابور طويل كده يبقى اكيد بيوزعوا لحم. المهم كانت المسؤوله عن اختبار الجهاز الحديدي بتعرف المقاتل ده ان هو يركز كل قوته في قبضته، لان الجهاز الحديدي متين جدا، وعلشان يعرفوا هو مقاتل من المستوى كام لازم يوجه ضربه بكل قوته للجدار الحديدي. وبالفعل بيوجه ضربه قويه جدا للجهاز ده. فبدات المسؤوله عن الاختبار تمدح فيه وبتعرفه ان الضربه دي كانت قويه جدا بقوه مقاتل من المستوى السادس. بالنسبه لفين ولاو كان في واحد من المقاتلين اخد باله ان فين ولاو واقفين في نفس الصف معاهم، فبيتعصب جدا منهم وبيعرفهم ان الطابور ده مخصص للمقاتلين الصلع اقوياء جدا. وبيقول لفين ولاو ان هم لو فكروا يضربوا الجدار الحديدي ده عشان يقيسوا قوتهم فكل عظام ايديهم هتتكسر لحتت صغيره. وبعد كده المسؤول عن الاختبار بتنادي على المقاتل ده علشان يروح يختبر قوته. ده في حين ما كان عمال بيتباهى ان هو والمقاتلين الاقوياء اللي زيهم لا يمكن فين ولاو هيوصلوا لقوتهم. والكلام ده كان تقريبا زعل لاو شويه، وبيقول لفين ان هم شكلهم مش عايزينهم يلعبوا معاهم. بس فين بيقول له انه مش مهم، ولو كان عايز يروح يلعب فيروح يلعب، محدش هيقدر يعمل له حاجه. وبالفعل بيروح لاو علشان يقيس مستوى قوته. ده في حين ما كان المقاتلين القرع كلهم عمالين بيتريقوا على فين ولاو وبيقولوا ان هم من الواضح كده مقاتلين جداد فلسه مش فاهمين اي حاجه، من الاحسن ان هم يسيبوهم علشان يضحكوا عليهم. وكالعاده المسؤول عن الاختبار بتقول للاو انه جمع كل الطاقه بتاعته في ايده
ويوجهها كلها ناحيه الجدار الحديدي علشان يقيس مستوى قوته. بس هنا لاو بيندفع على طول وبيوجه الضربه ناحيه الجدار الحديدي، فبتقوم المسؤوله عن الاختبار بتعرف لاو بكل احباط ان هو مقاتل من المستوى صفر، يعني هو انسان عادي جدا. وده خلى كل المقاتلين القرع يبداوا يضحكوا على لاو وبيقولوا لاو انهم كانوا عارفين ان كل ده هيحصل، لان من الواضح كده انهم الاثنين ضعفاء جدا. طبعا فين لما بيشوف لاو هنا عمال بيعيط بيفكر ان هو هينتقم له، فبيروح يقف كده قدام الجدار الحديدي وبيبدا يجمع في قوته في اثناء ما كان المقاتلين القرع بيتريقوا على فين وبيعرفوه ان ده هتتكسر زي لاو. بس فين بيتجاهل كلامهم وبيوجه ضربه قويه جدا للجدار الحديدي. من قوه الضربه ديت بيكسر الجدار كله في اثناء صدمه كل المقاتلين القرع اللي ما كانش في حد فيهم قادر يفتح بقه، وبداوا يصرخوا ويعيطوا زي البنات وهم عمالين بيقولوا انهم عمرهم ما شافوا شخص بيكسر الجدار الحديدي. وبالنسبه للمسؤوله عن الاختبار فكانت عماله بتقول ان طالما فين قدر يكسر الجدار الحديدي ده فهو المفروض يكون مقاتل اسطوري. ده في اثناء ما رئيس قسم مدينه التنانين كان عمال بيقول مع نفسه ان فين هيكون اول مقاتل اسطوري يظهر بعد 300 سنه. المهم فين بيروح وبيعرف لاو ان هو علشان ينتقم له كسر الجدار كله، وبعد كده فين بيستدعي من النظام جرعه شفاء علشان يعالج ايد لاو. والسيد جي بيتجه ناحيه المقاتلين اللي كانوا بيتريقوا على فين ولاو وبيعرفهم ان ده الفريق 666، فده خلاهم مصدومين لما بيعرفوا ان دول فين ولاو من الفريق 666. المهم بعد كده رئيس قسم مدينه التنانين بيستدعي فين ولاو لقاءة الاجتماعات وبيعرفهم ان هو محتاج منهم هما الاثنين يفضلوا هنا في مدينه التنانين علشان يحموها، بما ان فين هو اول مقاتل اسطوري يظهر بعد 300 سنه. فهنا فين ولاو ما استوعبش الكلام بتاعه كويس، بس لما فين بيستوعب كلامه بيساله لو كان لاو هيفضل معاه لو هو فضل في المكان ده. بيقوم رئيس القسم معرف فين انه هيرجع لاو على متن طائره فخمه وخاصه لمدينه ميني هاي لوحده، فده خلى فين على طول بيقول له انه مش هيفضل في المدينه دي وعايز يرجع لمدينه ميني هاي. وده خلى رئيس القسم يستوعب ان هو قد ايه غبي، كان المفروض يطلب من لاو برضه يفضل، فعلشان كده بينده على لاو وبيعرض عليه ان هو يفضل في المدينه ديت مع فين. فهنا لاو بيقول له يعني انت عايزني انا كمان افضل مع فين في المدينه دي؟ بس بعد كده لاو بيعرفه ان هو عايز يرجع لبيته. وبعد كده بيقول لفين انه بيفتقد مدير المستشفى، وده خلى رئيس القسم يبدا يفكر مع نفسه كده وبيقول ان هو لما دور في الملف بتاع فين ولاو لقى ان المسؤول عنهم هو القائد الاعور. فهل ده معناه ان هم بيثقوا جدا في القائد الاعور؟ وعلشان كده بيقرر ان هو هيستدعي المدير الاعور ويتكلم معاه بخصوص موضوع فين ولاو وانه عايز يخليهم يفضلوا هنا في مدينه التنانين. وبالفعل بيستدعي القائد الاعور على طول وبيقول للقائد الاعور انت عايز كام؟ بس هنا القائد الاعور ما بيفهمش اي حاجه. بيقوم رئيس قسم مدينه التنانين معرف القائد ان فين قدر يهزم ملكه النمل وامراء النمل الاربعه، ومش كده وبس ده قدر كمان يحطم الجدار الحديدي اللي بيقيس قوه المقاتلين الاقوياء. فده معناه ان فين مقاتل اسطوري ما ظهرش من 300 سنه. فلما القائد بيسمع ان فين قدر ان هو يهزم ملكه النمل كده بينصدم في مكانه، لكن لما مدير القسم بيقول له انه على استعداد يدفع اي سعر ان كان علشان ياخدهم هنا بيبدا القائد كده لعابه يسيل وبيفكر في كميه الفلوس اللي ممكن ياخدها لو باع فين ولاو. وبعد كده القائد بيقول لرئيس القسم ان هو مش بيفكر كتير في الفلوس وان همه الرئيسي حمايه المقر الرئيسي، وعلشان كده بيقرر انه هيبيع فين ولاو. لكنه فجاه بيفتكر كلام مديره القسم في مدينه ميني هاي ان لو فين ولاو نجحوا في المهمه اللي ضد ملكه النمل فغالبا مدير القسم الرئيسي هيبدا يبحث عنهم ويشوف قدراتهم، وبالتالي هيكتشفوا ان القائد هو المسؤول عن فين ولاو، فعلشان كده ممكن يطلبوا مساعدته بعدين ويخلي فين ولاو يفضلوا في مدينه التنانين. وهنا طبعا بتقول له ان هو عارف كويس هيعمل ايه، فده خلاه اول ما بيفتكر كلامها بيصرخ باعلى صوت لمدير القسم وبيعرفه ان هو مش هينفع فين ولاو يفضلوا في المدينه دي، لان رئيسه القسم كانت معرفه القائد ان مهما مدير القسم الرئيسي يدفع للقائد او يعرض عليه اي حاجه ما يوافقش ابدا يعطيه فين ولاو. فهنا مدير قسم مدينه التنانين بيسال القائد لو كان متاكد من القرار بتاعه ده، خصوصا انه هو عنده استعداد يدفع المبلغ اللي يتمناه. كالعاده القائد كان هيوافق على العرض ده، لكنه بيتذكر كلام مديره القسم تاني لما كانت نبهته وقالت له ان فين ولاو مجانين ما يقدروش يتنبؤوا بتصرفاتهم نظرا لانهم ناس مش طبيعيين، فلازم لما يطلبوا حاجه تتنفذ لهم على طول. وحتى لو كانوا فضلوا في مدينه التنانين فالمقاتلين هينتبهوا من تصرفاتهم الغير طبيعيه انهم مجانين، وده هيخليهم في مدينه التنانين يعملوا نفس اللي هي عملته بالظبط، انهم هيسجنوا فين ولاو ويخرجوهم في وقت ما يحتاجوهم. وطبعا فين مش هيرضى بالكلام ده، فين عامل زي القنبله النوويه لو تعصب زياده على اللزوم فممكن يخلص عليهم كلهم. المهم هنا القائد بيبدا يعمل نفسه انه بيتكلم بجديه وبيعرف مدير القسم الرئيسي انه مش هينفع يسيب فين ولاو في المدينه دي. ولما مدير القسم الرئيسي بيستغرب كده وبيساله ليه ايه السبب، بنلاقي فجاه ان القائد بيتقمص دور الراجل الطيب وبيقول له ان فين ولاو بيعتبرهم زي ولاده بالظبط، ما يقدرش يفرط في اولاده باي ثمن إن كان، حتى لو كان هيخليه اغنى شخص في العالم، لانه بيحبهم ومش هيتحمل انهم يبعدوا عنه. فالكلام ده كان صدم مدير القسم الرئيسي كده وبدا يحس بالذنب. في اثناء ما كان القائد مكمل في التمثيل بتاعه وهو عمال عامل نفسه بيعيط بيقول له انه مش هيقدر يتخلى عن فين ولاو، لان فين ولاو كده هيزعلوا وهيحسوا ان هو تخلى عنهم زي امهم اللي تخلت عنهم وسافرت وراحت تعيش واتجوزت راجل تاني. بيعم الصمت المكان لمده 5 دقايق كده مفيش حد فيهم بيتكلم هما الاثنين، ومدير القسم الرئيسي كان عمال بيقول مع نفسه انه ملحقش يجمع معلومات كفايه عن فين ولاو ومش عارف بالظبط تاريخهم وخلفيتهم وماضيهم، هو كل اللي يعرفه ان القائد الاعور هو المسؤول عنهم. فلو كان الموضوع زي ما هو عمال بيحكي كده، وخصوصا ان فين ولاو كانوا بيقولوا له انهم عايزين يرجعوا لبيتهم، فهو كده مش هيقدر يرغبهم على حاجه هم مش عايزينها. بس لحظه، مدير القسم الرئيسي بيفتكر حاجه مهمه وبيعرف القائد انه بحث في معلومات فين ولاو، اكتشف ان فين
فين اسمه فين فان ولاو اسمه لاو لين. فهنا ازاي الاتنين اخوات؟ بيقوم القائد معرفه ان الاتنين اخوات من اب مختلف. امهم بصراحه كانت بتحب تتجوز كتير وبتخلف وبتتخلص من عيالها. فهنا مدير القسم الرئيسي بيسأل القائد انه برضه لما بحث في المعلومات لاو اكتشف ان عمر لاو مش متسجل. فبيسأل القائد عن عمر لاو، بس هنا القائد كان بيقول له ان هو مش متذكر برضه بالظبط هما ما سجلوش عمر لاو ليه، بس اكيد يعني الموضوع مش مستاهل وهو متوتر كده. فده كان خلى مدير القسم متعصب كده لانه بيعتقد ان القائد بيعطيه معلومات مزيفه. فبيقوم القائد كده رايح مقاطع افكاره، بيمسك ايد مدير القسم وبيقول له بكل براءه ان فين ولاو اقوياء جدا، لكنهم للاسف ما عاشوش طفولتهم كويس وما حصلوش على الحب الابوي الكافي. وبيبدا يعيط كده وهو بيقول لمدير القسم الرئيسي ان هو عايز يملى الفراغ اللي في حياه فين ولاو، وان اكيد قلب مدير القسم الرئيسي مش هيجيله الجراءه انه يفصل طفلين عن شخص بيحبهم زي عياله. عامه بعد كل الكلام ده بيقتنع مدير القسم الرئيسي انه مش هيقدر ان هو ياخد فين ولاو غصب عنهم. ففي النهايه بيقرر انه هيسيبهم يرجعوا لمدينه منهاي، لكن بشرط واحد بس، وان بما ان فين مقاتل قوي جدا من المستوى الاسطوري فهو كل اللي عليه بس ان هم لما يحتاجوهم يحموا المقر الرئيسي بتاعهم يبقى القائد يستدعيهم علشان يحموا المكان فورا. وطبعا القائد بيوافق على الشرط ده بكل سهوله. وفي الوقت ده بيجي شخص بيدخل غرفه الاجتماعات بتاعه المقر الرئيسي ده، في حين ما كان القائد عمال بيقول لمدير القسم الرئيسي ان هو صحيح انه بيعتبر فين ولاو اطفاله المتبنيين لكنه لسه بيفكر في يتجوز. فهنا مدير القسم الرئيسي كان عمال بيقول في نفسه ان القائد اعور واصلع وتقريبا معدي ال 30 سنه، يعني انت ليه بتفكر انك تتجوز؟ وده خلى القائد يحس بالاهانه كده زي ما يكون حس مدير القسم بيفكر في ايه. بس هنا بيجي الشخص اللي شفناه من شويه بيدخل غرفه الاجتماعات وبيقول للقائد شو انه ما كانش متوقع ان المقاتل الاسطوري هيكون واحد من ابناء القائد المتبنيين. بس هنا القائد ما كانش عارف مين الشخص ده اللي بيسلم على القائد كده وبيعرفه بنفسه وان اسمه يبقى جين شونغوين. فهنا القائد كان مصدوم شويه كده بس عمال يقول مع نفسه انه حاسس انه في شبه من حد يعرفه، وبيفتكر العم سونج وان ده تقريبا يبقى اخو العم سونج الكبير، وبالتالي ده يبقى والد مديرة القسم. فده خلاه وهو بيسلم عليه كده دي ترتعش من التوتر والخوف. لكن العم جين ده لما بيسلم على القائد شو بيقول له ان هو بيحسده انه عنده ولدين اقوياء عرف يربيهم كويس، وده معناه ان حياتك انت كده خلاص اكتملت. واللي دي تعتبر اهانه بالصيني للناس اللي مش متجوزين، اي كانه بيقول له ان انت خلاص كده ما انتش محتاج تتجوز وما تدورش على بنت تتجوزك لان انت خلاص كبرت وعجزت. فهنا القائد واخد صدمه فشخ خواطر من المستوى العاشر. وبننتقل احنا بعد كده بالليل في حديقه نايت. كان نايت عمال يتكلم مع جينمو وبيعرفوا ان فين ولاو دلوقتي مسموح لهم يرجعوا لمدينه ميني هاي بعد ما اكتشفوا ان فين مقاتل من المستوى الاسطوري اللي ما ظهرش من 300 سنه. وده اللي خلى جينمو بيستغرب كده وبيسال نايت ازاي مدير القسم الرئيسي وافق ان فين ولاو يرجعوا لمدينه ميني هاي. بيقوم نايت معرفه ان القائد قال لمدير القسم الرئيسي ان فين ولاو يبقوا اولاده المتبنيين، واصلا فين ولاو مش عايزين ان هم يفضلوا في مدينه التنانين، فهو هنا مش هيقدر انه يرغمهم كلهم ان فين ولاو يفضلوا في المدينه. اللي كان مضايق بقى نايت هنا ان بما ان فين ولاو هيرجعوا لمدينه ميني هاي فهيكون من الصعب ان الوحوش تدمر المدينه دي الا لو قدر يحصل على مساعده الوحوش الاقوياء اللي اتخلصوا من المقاتلين الاسطوريين من 300 سنه. فهنا جينمو بيساله لو كان عايز يتخلص من فين ولاو ومش من الاحسن انه يخليهم اتباع له بدل ما يتخلص منهم. بس هنا نايت بيعرفه ان هو عايز يتخلص من القائد شو، فبالتالي فين ولاو لما يعرفوا الكلام ده اكيد هيسعوا للانتقام، فمن الاحسن انه يتخلص منهم. وده اللي خلى جينمو يقتنع بوجهه نظر نايت. وبنروح لفين ولاو اللي بيغادروا الغرفه بتاعتهم وتقريبا كده بينسوا الديك الملعون. وده اللي خلاه مبسوط وهو عمال بيقول في نفسه انه اخيرا هينفذ الخطه اللي كان نفسه فيها. والخطه كانت انه هينام، لكن فين ولاو لما بيفتكروا انهم نسوه بيرجعوا علشان ياخدوه معاهم. وبينتقل بينا المشهد بعد كده عند يو فينج ويوي. لما رجعوا للمدينه بتاعتهم كان المقاتلين كلهم عمالين بيحتفلوا بيهم وبيعتبروهم ابطال، وده اللي كان مخلي يوي مستغربه وهي بتسال اخوها ان هم من ساعه ما ظهروا اصلا في المهمه وهم ما عملوش اي حاجه. بس هو بيعرفها ان طالما الكل شايفهم ابطال فليه ما يكونوش ابطال ويستغلوا الفرصه دي. فهي بتقتنع بوجهه نظره وبيفضلوا يحيوا في كل الموجودين على اساس ان هم ابطال يعني وكده. بنرجع تاني للقائد اللي كان مصدوم لما شاف ترتيب الفريق بتاع فين ولاو، وان الترتيب بتاع الفريق 666 هو ال 16 عالميا لانهم قتلوا 12532 وحش. بيبص لهم كده وهو عمال بيقول في نفسه ان في فرق فضلت طول حياتها بتقتل في وحوش وفين ولاو حرفيا في شهر واحد بس قدروا ان هم يتخطوهم. ده معناه ان ممكن بعد شهر او شهرين يكونوا هم الفريق رقم واحد في العالم. لا ده مش كده وبس، ده كمان لما بيبص في التليفون بتاعه بيلاقي ان مدير القسم الرئيسي في مدينه التنانين ارسل لفين ولاو هديه لانهم خلصوا المهمه اللي في مدينه سانج مع ملكه النمل. في الوقت ده كانت مديره القسم والعم سونج مستنيينهم في مدينه ميني هاي لحد ما وصل. واول ما بيوصل فين ولاو في المكان كان مدير مستشفى المجانين تشينج مستني فين ولاو علشان يسلم عليهم. اللي اول ما بيشوفوه بيتاثروا هما الاثنين وبيعرفوا ان هم افتقدوه وبياخدوا بعض بالاحضان كلهم، وهو كمان بيعرفهم انه افتقدهم جدا لانه تقريبا ما شافهمش من الموسم اللي فات. المهم المدير تشينج بياخد باله من الديك الملعون فجاه وبيروح على طول ياخده بالحضن. ده في اثناء ما كان الديك الملعون مستغرب هو بيحضنه ليه. وهنا القائد كان عمال بيقول في نفسه هو عارف تشينج بيعمل كده كويس ليه. بنرجع فلاش باك لليوم اللي فات. كان المدير تشينج قاعد على الكمبيوتر بتاعه وهو عمال مبسوط كده لان جات له رساله ان فين ولاو خلصوا مهمه ومعاهم الديك الملعون وكل واحد فيهم هياخد 1.5 مليون. فكده اصبح ان فين ولاو والديك الملعون هياخدوا 4 مليون ونص.
وطبعا مش هم اللي هياخدوا الفلوس دي، ده المدير تشينج هو اللي هياخد الفلوس دي. فعلشان كده هو كان هيطير من الفرحه، ومن كتر الفرحه ديت كانت الهالات السوداء تحت عينيه بسبب ان هو ما نامش طول الليل من كتر ما هو كان مبسوط. وبعد كده بيروح القائد يتكلم مع مديره القسم بخصوص المقاتل اللي كان هجم عليه، راحوا جابوا جثته قبل ما جين مو يخطفه. بتقوم رئيسه القسم معرفاه ان لحد دلوقتي القسم الرئيسي في مدينه التنانين ما ارسلش حد يتفحص الجثه دي علشان يعرفوا مين الشخص ده بالظبط ومين المسؤول وراه. فلما بيقرب منها كده عشان يقول لها ان هو بيشك في شخص من مدينه التنانين اللي هو تقريبا نايت يعني، يجي كده العم سونج وبيفصلهم هما الاثنين، وبيحذر رئيس القسم من القائد، بيعرفها ان من الاحسن تفضل بعيده عن المنحرف الاقرع ده. فده خلى القائد كده متعصب وعايز يروح يضربه، لكن رئيسه القسم بتنده عليه من بعيد وبتساله هيعملوا ايه دلوقتي. فبيعرفها ان هم من الاحسن دلوقتي يعملوا ابحاث بنفسهم على جثه المقاتل اللي كان بيحاول يقتل القائد. بترجع تساله تاني وهما الاثنين على بعد 20 متر بسبب العم سونج هيعملوا ايه برضه بخصوص فين ولاو. بيقوم معرفها ان فين ولاو اشتغلوا كويس جدا في اخر مهمه ليهم، ومن الاحسن انهم يرجعوهم لمستشفى المجانين علشان يستريحوا مع المدير تشينج. وبنروح بعد كده في مستشفى تشينج للامراض العقليه. كان كل اللي شغالين في المستشفى مبسوطين وهم عمالين بيرحبوا بفين ولاو، بس ده مش عشان هم افتقدوا فين ولاو مثلا، لا ده علشان كلهم اخدوا فلوس. المدير تشينج زود مرتباتهم لما اخد مكافاه فين ولاو ال4 مليون ونص دولار، بس بعد 3 ايام بيرجعوا يكرهوا حياتهم مره تانية، وبيفتكروا هم ليه كانوا بيكرهوا وجودهم. ده بسبب ان في اليوم الثالث فين بقوته الجباره كان عمال بيكسر الشجر بتاعه المستشفى، وكان على وشك انه يقتل اغلب المجانين. ولاو كان عمال بيجري وراهم وبيقول لهم ان هو عايز يخليهم اقوى زي فين باستعمال الابر الصينيه بتاعته. وبنعرف ان في اليوم الاول كان فين ولاو سرقوا السكينه من المطبخ علشان يستعرضوا قدام اصحابهم المجانين ان السكينه ما تقدرش تقطع فين. وهنا المدير تشينج ما كانش متضايق قوي لانه كان عمال بيبص لل4 مليون ونص دولار، وهو عمال بيقول ان فين ولاو بيلعبوا يعني كالمعتاد. وفي اليوم الثاني فين ولاو راحوا مخزن المعدات بتاع العاملين علشان يسرقوا الشنيور ويوروا اصحابهم المجانين ان الشنيور ما يقدرش يقطع دماغ فين. وهنا المدير تشينج كده وهو عمال بيبص لل4 مليون ونص كان عمال بيقول ان هم بيلعبوا يعني ومفيش مشكله. بس في اليوم الثالث زي ما قلت من شويه كان فين عمال بيكسر في الشجر بتاع المستشفى وكان على وشك يموت صحابه المجانين، ولاو كان عمال بيجري وراهم علشان يعالجهم بالابر وبيعرفهم انه هيخليهم اقوياء زي فين. وهنا المدير تشينج كان بدا يتعصب لان فين ولاو في خلال ال3 ايام دول صرف عليهم 300 الف دولار عشان يصلح الحاجات اللي بوظوها، لكنه كان لازال مبسوط الى حد ما لان على الاقل الديك الملعون مش مشاغب زيهم. وفي الوقت ده كان جيت شوي وبيعرف المدير تشينج ان هو جاي هنا علشان يلعب مع فين ولاو، واللي اول ما فين ولاو بيشوفوه بيجروا علشان يسلموا عليه. لكن تشوي كان اخد باله من حاجه، ان فين ولاو لابسين نفس هدوم المقاتلين بتوع الوحوش. المهم بيعرف فين ولاو انه عايز ياخدهم علشان يتسكعوا شويه مع بعض، وده اللي خلى فين ولاو مش فاهمين يقصد ايه. فانا تشوي بيفتكر انهم مجانين ولازم يقول لهم عبارات اسهل من كده علشان يفهموها. ومن الناحيه الثانيه كان المدير تشينج فجاه بيظهر قدامه كده وبيعرف تشوي انه يقدر ياخد فين ولاو يتسكع معاهم براحته، بس بيقول له كده بوش بريء ان هو اللي هيتحمل تكاليف اي حاجه يكسروها، تكاليف اي حاجه يفجروها، تكاليف اي حاجه يولعوها، تكاليف اي حاجه ياكلوها. فبيوافق تشوي على كل التكاليف دي. المهم تشوي بياخد فين ولاو للحديقه واللي كانوا مبسوطين جدا فيها، ولاو عمال بيلعب مع الفراشات وهكذا. في اثناء ما كانت تشوي نايم كده وجايب معاه طباخ 5 نجوم عشان يجهز لهم الغداء، كان فين ولاو اخدوا بالهم ان في كهف قريب منهم، وده اللي خلى ملك الصراصير ينصدم هو وكل الوحوش وبيتمنوا ان ده ما يكونش الكهف اللي في بالهم. بس لاو بيقطع تمنياتهم ديت وبيقول لفين انه عايز يدخل يستكشف الكهف ده، وده اللي خلى كل الوحوش حزينه وعمالين بيعيطوا كلهم، وبالذات ملك الصراصير ده لان فين ولاو هم في الكهف ده عمالين بيستكشفوه بيقابلوا وحش الطور الملعون اللي كان مستغرب ليه في بشر في الكهف، بس بيعرفهم ان هو كان موجود هنا في الكهف لمئات السنين، كان عمال بيتدرب وبيجمع في قوته علشان يحتل المدينه دي، وده يبقى الطور الملعون وحش من مستوى ملك الوحوش. الطور الملعون ده كان قرر ان هو هيحبس نفسه في الكهف علشان يجمع طاقته ويقدر ان هو يساعد اخوه في احتلال المدينه دي، وياب يا عزيزي المشاهد اخوه يبقى ملك الصراصير. المهم بيقول ان هو بعد ما يخلص على فين ولاو هيروح يشوف اخوه عمل ايه في المدينه دي، ما يعرفش ان اخوه مات مع كل الوحوش اللي شفناها من شويه. المهم في اثناء ما كان الطور الملعون معتبر فين ولاو عباره عن اكل، كان النظام عمال بيعرف فين ان القوه الموجوده في الطور الملعون تقدر تخليه شبعان لمده سنه و3 شهور. والطور الملعون كده بيقرب من فين وهو بيعرفه انه حظه وحش عشان دخل الكهف ده، ما يعرفش ان النظام بيجهز وصفه لفين ازاي يطبخ الطور الملعون. وهنا النظام بيعطينا وصفه جديده لطبخ اللحم. المكونات كالاتي: هنحتاج 3 بصلات متقطعين مكعبات صغيره، و4 معالق كبيره زيت نباتي، رشه ملح صغيره يا معلم، على رشه فلفل، رشه كمون، رشه ثوم مفروم، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره من بهارات الشرق الاوسط، وربع كوبايه ليمون مع كوبايه كامله من الميه. وبس هنجيب الخليط ده ونحطه على الطور الملعون. فطبعا فين بعد ما سمع طريقه الطبخ ديت من النظام كان بدا لعابه يصير كده وهيموت وياكل. ده طبعا كل ده في اثناء ما كان الديك الملعون عمال بيبص في البيضه بتاعه جينو وهو بيسال نفسه امتى جينو هيرجع تاني. لكن فين ولاو بيخرجوا من الكهف كده وبيندهوا عليه، فهو اول ما بيشوف انهم مسكوا الطور الملعون بينصدم كده وبيوقع البيضه بتاعه جينو، وقبل ما البيضه بتاعه جينو تتكسر بيلحقها شادو اللي عايش في القلاده بتاعه الديك الملعون زي ما انتم عارفين. المهم بالنسبه للطور الملعون فكان عمال بيطلب المساعده من الديك الملعون، وبيقول للديك الملعون كمان كده وهو عمال بيعيط ان هم وحوش زي بعض فلازم يساعدوا بعض. بس هنا الديك
الديك الملعون بيعرفوا ان طلب المساعده ده خارج قدراته، وان السبب في كل اللي بيحصل ده هو الدور الملعون بذات نفسه علشان اختار كهف غلط يعيش بيه، وان لو كان الدور الملعون بيفهم كان من الاحسن يختار كهف خارج المدينه. فين ولاو بيخلصوا على الدور الملعون، فاثناء ما كان ملك الصراصير وكل الوحوش اللي فين ولاو خلصوا عليهم زعلانين وعمالين بيعيطوا، بس حزنهم ده بينتهي فجاه لان الدور الملعون بينتقل عندهم، والدور الملعون وملك الصراصير بيجروا كده علشان يحضنوا بعض، وده كان خلى كل الوحوش مبسوطين بلم شمل الاخوات دول تاني. المهم بالليل بنلاقي ان الشيف طبخ الدور الملعون زي ما النظام قال بالظبط، وكان الديك الملعون عمال بياكل فيه وهو زعلان، وعمال بيقول ان ما كانش في ايده حاجه، ما كانش هيقدر ينقذه، وانا هو كان عمال بيقول ان هو دي اخر حاجه هياكلها بجد، وبعد كده هيبطل ياكل رغم ان الطعم لذيذ جدا، الا انه لازم يكون عنده عزيمه، والعزيمه دي بتنتهي لما بيجي كده المساعد بتاع تشوي وبيسال الديك الملعون لو كان جعان وعايز كمان، فبياكد الديك الملعون على كلامه كده وهو مبسوط، وبيقول له ان الشيف عرف يطبخ الدور ده كويس جدا، فمن غير ما يساله تاني طول ما في لحمه ينزل له على طول. ده في حين ما كان ملك الصراصير والدور الملعون بيتوعدوا الديك الملعون ان هو اول ما يطلع لهم هنا هيعملوا معاه حاجات ما ينفعش تتقال. وفي اليوم اللي بعد كده فاثناء ما كانوا كلهم نايمين ومرتاحين بيهجم عليهم وحش بومه، فبيطبخوها وبيتبلوها وبيشووها وبيعطوها للديك الملعون علشان ياكلها، فاثناء ما كان بيعيط وهو عمال بيعتذر لصاحبه وبيقول له ان طعمه لذيذ. وفي اليوم اللي بعد كده لو بيكتشف وجود وحش تعبان، وكان عمال بيقول لفين ان الثعبان ده شكله لطيف جدا، فده خلى عيون فين كده تلمع، في حين ما كان التعبان عمال بيقول في نفسه ان هم بيمدحوا فيه بس حاسس انه هيموت لسبب ما. وبالفعل فين بيخلص عليه الطباخ بيشويه وبيتبله وبيعطوه للديك الملعون اللي كان عمال بياكل فيه، وبيقول ان طعم صاحبه كويس جدا بس كان ناقص شويه كمون. وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف وحش خنزير كان مبسوط جدا انه لقى كهف علشان ينام فيه، لكنهم فجاه بيبداوا يسحبوه، فاثناء ما كان عمال بيترجاهم يسيبوه وبيقسم لهم ان هو مش هياكل بشر مره تانية لو سابوه دلوقتي، لكن كالعاده بيخلصوا عليه وبيشووه وبيتبلوه وبيعطوا ودانه للديك الملعون علشان ياكل فيه. فهنا الديك الملعون كان عمال بيقول في نفسه انه للاسف ما قدرش يعمل اي حاجه للخنزير الملعون، بس كل ده بسبب الخنزير الملعون علشان ريحته معفنه، وفين ولو قدروا يشموه ويعرفوا مكانه، وده اللي خلى الخنزير الملعون مصدوم وهو ميت كده ويسال الديك الملعون يعني كان المفروض يعمل ايه، ما هو خنزير في الاول وفي الاخر. وفي اليوم اللي بعد كده فين ولو بيصطادوا ارنب ملعون بيشووه وبيتبلوه وبيعطوه للديك الملعون علشان ياكله وهو عمال بيعيط، وكان الديك الملعون عمال بيعتذر للارنب ده بس كان بيعرفه ان هو السبب في كل ده لانه كان لطيف زياده عن اللزوم. وفي اليوم اللي بعد كده فين ولو بيصطادوا ضفدع ملعون فبيشووه بيتبلوه وبيعطوه للديك الملعون، فهنا الديك الملعون كان عمال بيعتذر له برضه بس بيعرفه ان هو ملوش ذنب في اللي حصل، وان كل ده كان بسبب ان الضفدع ده كان قبيح زياده عن اللزوم. فبرضه في اليوم اللي بعد كده فين ولو كانوا اصطادوا سمكه ملعونه فبيشووها وبيتبلوها وبيعطوها للديك الملعون عشان ياكلها. فهنا الديك الملعون بيعرفهم ان هو بصراحه يعني ما عندوش مبرر المره دي، وان طعم السمكه ديت لذيذه جدا. كل ده كان عمال بيحصل في اثناء ما كان كل الوحوش عمالين بيتفرجوا على الديك الملعون، ومفيش كلمه واحده في دماغهم ممكن تعبر عن قد ايه الديك الملعون حقير. وفي بدايه اليوم الثاني بنلاقي ان الديك الملعون مستواه زاد، وبسبب كل الوحوش اللي اكلها فاكتسب مهارات كتيره جدا: القوس الكهربائي، هاله الرعب والخوف، القنابل السامه، تكبير الحجم، تصغير الحجم، التحكم في الماء، التنفس تحت الماء، الطيران السريع، لو راسه اتقطعت ممكن يطلع واحده غيرها، لو مات ممكن يعمل جسم تاني ويتحكم فيه. حرفيا مهارات كتير جدا بصراحه انا مكسل اقولهم كلهم. فكل ده خلى ملك الصراصير والطور الملعون هينفجروا من الغضب، من كتر ما هم كانوا متعصبين بيجي لهم سكته قلبيه وبيغمى عليهم هم الاثنين. بس اللي كان الوحوش مصدومين منه ازاي جالهم سكته قلبيه واغمى عليهم وهم اصلا ميتين، من كتر ما كان الديك الملعون مسبب هوس لملك الصراصير. كان ملك الصراصير بيحلم في يوم من الايام كان في صرصورايه خلفت مليون صرصور، وواحد من الصراصير كان عنده الشجاعه والقوه انه يخرج من العش ويفضل يشتم في الديك اللي كان واقف قدامه من غير اي مبالاه، وده خلى امه مبسوطه وكل اخواته فخورين بيه. بس فخرها ده بينتهي لما الديك ده بيجي كده وبيقوم بلعه على بق واحد. في اليوم اللي بعد كده كانت شوي اخد فين ولو بالعربيه بتاعته وبيعرفهم انه هياخدهم للمطعم اللي كان اخدهم فيه قبل كده لان الطبخ بتاعهم كويس جدا وبالذات لما بيطبخوا اللحمه. وبالفعل بيروحوا للحي الراقي وتحديدا لاحسن مطعم في الحي ده. فاثناء ما كانت شوي عمال بيبص في المنيو بتاع المكان فين بياخد باله من الست اللي كانت طبخت لهم التعبان قبل كده، وهي زعلانه لانها بتدور على وظيفه وما عرفتش تشتغل في المكان ده. وفي اثناء ما كانت على وشك انها تغادر المكان بيروح لها علشان يسلم عليها. لما بتشوفهم هما الاثنين هنا بتستغرب من وجودهم بس بيسالوها هي بتعمل ايه هنا، بتقوم معرفاهم انها كانت بتدور على شغل لكن للاسف ما لقتش شغل في المكان ده. كانت شوي طبعا عمال بيتفرج من بعيد وبيسال فين ولو لو كانوا يعرفوها، بيقوم لو معرف طبعا انهم يعرفوها، وبيعرف شوي ان الست دي طيبه جدا لدرجه انها في يوم من الايام كانوا جعانين جدا فطبخت لهم تعبان. فهنا شوي بيعرفها ان هي لو كانت بتدور على وظيفه فهو محتاج في بيته حد يشتغل عامل نظافه. هنا هي في البدايه كانت متوتره شويه ان هي تقبل او لا، بس لما بيقول لها ان المرتب هيكون 3000 ونص دولار في الشهر وممكن يزيد بعدين بتفرح جدا وبتقبل الوظيفه على طول، وده خلاها تشكر فين ولو على مساعدتهم ديت وبتوعدهم انها مش هتخيب ظنهم. ما علينا، احنا من القصه العابره ديت بننتقل بعد كده لمدير مستشفى ميني هاي. كان فرحان جدا وهو عمال بيقول ان المستشفى هادئه جدا اليومين دول، وتقريبا ده بسبب ان فين ولو ما عادوش بييجوا. فهو هنا كان عمال بيتمنى انهم يموتوا بس فجاه بيستوعب ان هو دكتور وما ينفعش يقول كده، فبيتوف الكلام ده من بقه وبيضرب نفسه بالقلم. بعد ما ضرب نفسه بالقلم بيقول ان هو دكتور ما ينفعش يتمنى لحد الموت، ده بالعكس المفروض ينقذ ارواح البشر.
المهم بيقرر انه يولع بخور ويقرا على روحهم الفاتحه علشان ربنا يدخلهم الجنه وكده. وفي اثناء ما كان عمال بيدعي ان ربنا يرحمهم بيدخل عليه لاو وبيقول له عامل ايه يا دكتور؟ فده خلى الدكتور متعصب، بيرمي البخور على الارض كده وبيقول ان هو ما عادش هيدعي مره تانية في حياته لحد ابدا. ما علينا، لاو بيروح يعرف الدكتور ان هم افتقدوه، فعلشان كده قرروا ان هم ييجوا يزوروه النهارده في المستشفى. وهنا الدكتور بيقوم شايلهم هم الاثنين كده وبيقول لهم ان هو برضه افتقدهم، وبيقوم حاططهم في العربيه بتاعه تشوي وبيسلم عليهم وبيغادر. وبعد ما بيغادر فين ولاو بيقول الدكتور مع نفسه كده انه حاسس ان في حاجه غلط هتحصل قريب. وبالنسبه لتشوي فهو كان رجع فين ولاو والمدير تشينج كان عمال بيشكره، لكن في الحقيقه المدير تشينج كان عمال بيقول مع نفسه ليه تشوي ما يعتنيش بفين ولاو اكتر من كده. المهم بعد كده المدير تشينج بيعرف كل اللي شغالين في المستشفى انهم يخلوا بالهم من فين ولاو ويبصوا عليهم كل 5 ثواني علشان يطمنوا عليهم. بس واحده من الممرضات بتسال المدير تشينج لو كان متاكد ان هو عايزهم يبصوا على فين ولاو كل 5 ثواني، فبيقول لهم طبعا كده بكل حزم انهم يبصوا على فين ولاو كل 5 ثواني. فبتنده عليه فجاه كده وبتصدمه علشان تعرفه ان في حاجه مهمه جدا لازم تقولها له، وبتقوم معرفان ان فين ولاو اختفوا بس بعد ثانيتين. فلما بيبص ورا كده بيلاقي ان فعلا فين ولاو اختفوا من المكان. وهنا بيقول لهم وهو متعصب ان بعد كده ما يشيلوش عيونهم من على فين ولاو ابدا ويروحوا يدوروا عليهم بسرعه. وبنشوف بعد كده اعلى مبنى في مستشفى تشينج كان فين بيقول للاو ان صاحبهم ابو نضاره اللي في المستشفى قال لفين ان النهارده هيكون في برق ورعد في المكان. فهنا فين كان عايز الرعد يضربه علشان يكون اقوى، بس هنا لاو بيقول له ان في واحد صاحبه تاني من المستشفى كان بيقول على ابو نضاره انه مجنون. فبيعرفوا فين هنا ان صاحبهم ابو نضاره كان بيقول على الشخص اللي قال للاو ان ابو نضاره مجنون ان هو المجنون. وبعد نقاش طويل جدا عن مين المجنون فضلوا يفكروا مع بعض، وبعد نقاش طويل مع بعض هما الاثنين بيفكروا مع بعض كده لو كان صحابهم اللي في مستشفى المجانين هل هم مجانين. لحد ما بيضرب البرق في العمود الكهربائي اللي على المبنى، فبيعتقدوا هنا ان هم ظلموا اصحابهم وان هم مش مجانين لان المعلومه بتاعتهم طلعت صح. المهم فين كان عمال بيبص للبرق اللي بيضرب العمود الحديدي وبيعرف لاو ان البرق ده قوي جدا، فاكيد اول ما فين يلمسه هيخليه اقوى، وبيتجه فين على طول علشان يلمس العمود الحديدي ده في حين مكان اطباء المستشفى اكتشفوا مكان فين ولاو وبيحاولوا يمسكوا فين بسرعه قبل ما يلمس العمود الحديد. فهنا لاو كان عمال بيقول مع نفسه ان هو لازم يساعد فين وما يسيبهمش يمسكوه قبل ما يزود قوته. فهنا في اثناء ما كانوا الاطباء مركزين على فين كانت الممرضه اخذت بالها من حاجه وبتصرخ بسرعه لبقيه الاطباء وبيعرفوهم انهم يسيبوا فين دلوقتي ويلحقوا لاو، ده لان لاو كان بيهددهم انه هينط من اعلى المبنى. فده خلاهم مصدومين وعايزين يلطموا بسبب ان في واحد مجنون عايز الكهرباء تموته والمجنون التاني عايز ينط ويموت. المهم بتحاول الممرضه بسرعه انها تمسك لاو قبل ما ينط، بس لاو بيكون خلاص وقع نفسه من على المبنى، لكن في اخر لحظه كانت مسكته وبتندع على بقيه الاطباء علشان يساعدوها يشدوه بسرعه. وفي الوقت اللي كانوا بيحاولوا يشدوا فيه لاو بسرعه علشان ما يموتش البرق بيقوم ضارب في العمود الحديدي اللي وراهم وبيكهرب فين، فبيتفحم فين كده وبيغمى عليه. فهنا الممرضه بتطلب من الاطباء زمايلها انهم يمسكوا لاو كويس على ما تتصل بمستشفى ميني هاي علشان يلحقوا فين، وده خلاهم بداوا يفكروا مع بعض كده وهم عمالين بيقولوا ان كان المفروض من البدايه يتصلوا بالمستشفى ديت في الاحتياط يعني. بس هنا عزيزي اخدوا بالهم من حاجه، وهي انهم في اثناء ما هم عمالين بيفكروا مع بعض وبيتكلموا كده مين اللي ماسك لاو، وبسبب غبائهم ده كان لاو وقع من المبنى اساسا. فهم هنا فقدوا الامل واتاكدوا ان هو كده خلاص لاو مات لان لاو وقع من الدور ال 35. بس بيجي الديك الملعون كده على اخر لحظه وبينقذ لاو. فهنا الممرضه كانت فرحانه جدا ان الديك الملعون انقذ لاو، لكنها ما كانتش تعرف ان الديك الملعون وحش، كانت بتحسبه نوع معين من الطوائر النادره. فبيقوم زمايلها الاطباء معرفينها ان ده وحش من مستوى ملك الوحوش ولسبب ما فهو تحت سيطره فين ولاو. فهنا هي اول ما بتعرف المعلومه دي بتنصدم في مكانها وبتبقى على وشك يغمى عليها، ده لانها في العادي كانت دايما بتقعد تصرخ على الديك الملعون وتشتمه لانه احيانا كان بينام فوق الشجر ويوقع ريشه، فتضطر هي تكنس وتمسح مكانه. وبعد ما بتفتكر انها ممكن لو كانت عصبته زياده عن اللزوم كان خلص عليها بيغمى عليها من الصدمه اللي هي فيها. وفي اثناء نقاشهم ده كان فين عمال بيموت على الارض لحد ما جت عربيه الاسعاف لمستشفى تشينج للامراض العقليه علشان تاخد فين. ولما بينزل الدكتور بيقول للمدير ان هو اكتشف حاجه، بيعرف المدير تشينج ان هو اكتشف ان فين ولاو لابسين لبس المقاتلين بتوع الوحوش، فهل ممكن فين ولاو يكونوا بيحموا المدينه من الوحوش؟ ولو ده حصل فعلا فده معناه ان المدينه ديت والعالم كله على وشك الدمار بسببهم. فبيجري المدير تشينج بيحط ايده على بق الدكتور وبيقول له يوطي صوته وبيحاول ان هو يخدع الدكتور وبيقول له ان فين ولاو بيحبوا الزي ده جدا وكانوا نفسهم يكونوا ابطال خارقين فجاب لهم الزي ده علشان يفرحوا كده. بس الدكتور بيعرفه ان هو كان دايما بيعالج مقاتلين الوحوش الحقيقيين وهو عارف كويس ازاي يفرق ما بين الازياء الحقيقيه والازياء المزيفه. بس المدير تشينج بيقول له ان فين دلوقتي محروق وعلى وشك الموت، فمن الاحسن ان هو يعالجه ونفتح الموضوع ده بعدين. لكن الدكتور بيقول له ان دايما فين محروق وبيحاول يموت نفسه وما يغيرش الموضوع ويقول له ايه اللي بيحصل دلوقتي. في اخر ما المدير تشينج بيزهق منه بيقول له انت مالكش انك انت تعرف المعلومات دي، وان مهمتك الاولى والاساسيه هي انك تعالج المرضى، انت بتاخد فلوس على اللي بتعمله. فهنا الدكتور بينصدم وبيسال المدير تشينج لو كان بيبيع المرضى العقليين بتوعه وبيخليهم يقاتلوا الوحوش ومش عايز حد يعرف. هنا اول ما المدير تشينج بيسمع الكلمتين دول بيجري على الدكتور بيحط ايده على بقه وبيقول له اقول لك ايه تاخد $100,000 وتسكت. فهنا الدكتور بيقول
بيقول له ان احنا اصحاب من الطفوله، انا ما كنتش اعرف ان انت هتتغير لما تكبر بالشكل ده وتحب الفلوس لدرجه انك انت بتتاجر في العيانين بتوعك. فالمدير تشينج هنا بيقول له بصوت واطي وهو متوتر اسكت وهديك نص مليون. فهنا الدكتور بيقطع كلامه وبيقول له انت عايز تغريني بالفلوس، واحنا لما اتخرجنا مع بعض من نفس الجامعه اتعاهدنا احنا الاثنين ان احنا نحاول ننقذ البشر ونساعد العيانين ايا كان الثمن، لكن انت دلوقتي بتتاجر فيهم وعايز تعطيني رشوه. فهنا المدير تشينج بيقول له بصوت واطي كده وهو متوتر ومتعصب ومتضايق اسكت وهعطيك مليون دولار. فده خلى الدكتور بيقول مع نفسه كده يا نهار اسود، هو على استعداد يديلي كل الفلوس ديت علشان اسكت؟ يا ترى هو خد كام علشان يشغل الاثنين دول؟ وفي النهايه كده اخر ما المدير تشينج بيزهق منه بيقول له اقول لك على حاجه، انت ما انتش تاخد فلوس واللي عندك اعمل، وبيبقى رايح يمشي كده ويغادر المكان. بس الدكتور بيمنع المدير تشينج وبيعرفه ان هو خلاص هيسكت وهيعمل اللي هو عايزه بس يبعت المليون دولار، وبيعرفه ان الموضوع كله مش مساله فلوس، ان هو مش هياخد حاجه لنفسه لان في مشروع عنده في المستشفى ان هم عايزين يعالجوا وينقذوا الناس ويشتروا معدات جديده وادويه جديده وحاجات كده، فهو مش هياخد حاجه لنفسه. الوقت ده كان المدير تشينج عمال بيقول في نفسه كده هو حاسس انه افور شويه وكان مليون دولار كتير، بس في النهايه يعني بيحول الفلوس للحساب بتاع المستشفى. فبيتصل واحد على الدكتور وبيقول له يا دكتور احنا تحول لنا مليون دولار على الحساب بتاع المشروع بتاعنا. وهنا الدكتور بيبدا يطمن المدير تشينج وبيعرفه ان هو مش هيقول لاي حد ان المدير تشينج بيستغل المجانين اللي في المستشفى بتاعته وبيشغلهم في قسم مكافحه الوحوش. ده في حين ما كان المدير تشينج عمال ماشي كده وبيرتعش على الفلوس اللي اداها له، كان الدكتور عمال بيقول له ما تخافش سرك كبير. ده في حين ما كان اللي في التليفون بيقول للدكتور يا دكتور مين المتخلف اللي انت اقنعته يعطينا مليون دولار على المشروع التجريبي بتاعنا بالمعدات اللي هتفشل والادويه اللي ممكن تموت ناس كتير؟ وهنا اخر ما المدير تشينج بيتعصب كده بيقول له انه يروح يعالج فين ولو حالا ويبطل كلام في الفاضي بدل ما يحلف ان هو ياخد المليون دولار منه. المهم بعد كده بنروح للنظام اللي بيظهر لفين وبيقول لفين ان هو كان على وشك الموت بسبب صاعقه البرق اللي من المستوى اس، بس بما ان فين قدر يعيش بعد ضربه البرق دي فبقى عند فين مناعه قويه جدا ضد الكهرباء والبرق، وبسبب ان فين قدره تحمله زادت فالنظام بيعرفه ان اتفتح له مهمه جديده في عالم تاني، وبيسال فين لو كان عايز ينتقل لعالم تاني عشان يعمل المهمه دي ولا لا. ونظرا لان النظام عارف ان فين مجنون ومن الاحسن ان هو اللي يختار له الخيار المناسب، والنظام بيختار لفين انه ينتقل لعالم تاني. بس هنا فين بيقطع كلامه اول ما بيصحى من النوم وبيرفض انه ينتقل لعالم تاني ويسيب لاو. فهنا النظام كان مستغرب جدا ان فين رفض ينتقل لعالم تاني، وان في العاده فين ما بيرفضش اصلا. وبالنسبه لفين فهو كان بيبص جنبه علشان يشوف لو راح فين ما بيلاقوش في مكانه. وهنا النظام ما بيسكتش بيرجع يحاول يقنع فين انه ينتقل لعالم تاني، وبيعرفه ان هو لما ينتقل لعالم تاني الوقت هيتوقف في العالم ده، اي بمعنى في الوقت اللي فين هيكون فيه في العالم التاني بيعمل المهمه ديت عشان يكتسب قوه اكتر هيكون هنا الزمن متوقف ومفيش حاجه هتحصل، يعني مفيش ضرر لاي حد. فبرضه رغم كده فين بيعرفه ان هو بيرفض ومش عايز ينتقل لعالم تاني، فبيحاول النظام تاني وبيفكروا ان هو لما ينتقل لعالم تاني ممكن يكتسب مهاره في المستقبل تساعده انه يحمي الناس، ده غير ان هو هيوقف له الوقت في العالم ده، فمن الاحسن انه يقبل المهمه دي. بس برضه فين بيرفض وبيقول له ان هو مش عايز ينتقل لعالم تاني. في الوقت ده كان في ممرضه بتتمشى في الطرقه اللي قدام غرفه فين فرحانه جدا وعماله بتقول مع نفسها ان اليوم ده جميل جدا، لكن فرحتها ما بتكتملش لانها اول ما بتفتح غرفه فين علشان تتاكد من حالته بتلاقي المجنون ده على وشك انه ينط من الشباك. ده في حين ما كان فين بيقول لها ان هو لازم يغادر دلوقتي علشان يامن المدينه، بس هي بتطلع تجري عليه وبتقول له مدينه ايه ونيله ايه، وبتنده على بقيه الدكاتره بسرعه زمايلها علشان يلحقوا المجنون ده قبل ما ينط من الشباك، بس كلهم ما كانوش قادرين يشدوا فين من كتر ما هو كان قوي، وفين ما كانش متاثر ولا حتى اتحرك من مكانه شبر واحد. بس فجاه بينصدموا كلهم لما بيشوفوا ان لاو راكب الديك الملعون وعمال بيطير قدامهم، وفين بيقول للاو ان هو عايز يركب الفرخه معاه، وبالفعل بينط فين من الشباك، وقبل ما بيلمس الارض كده بيجي الديك الملعون وبياخده على ظهره زي لاو، وبيفضلوا هما الثلاثه طايرين فوق مدينه مينيهاي. ده في حين ما كان فين مبسوط جدا وبيعرف لاو ان احسن حاجه ركوب الفرخه بتاعتهم، ده غير كمان ان سرعه الفرخه احسن بكتير من سرعه الهليكوبتر. وهنا شادو كان اخد باله ان فين بعد ما نزع كل الضمادات بتاعته فبقى عريان ومش هينفع ان هم يطيروا في السما كده وفين عريان، الناس هتفهمهم بشكل غلط، فعلشان كده بيعطي لاو زي مقاتلين الوحوش عشان يعطيه الفن. وبالفعل لما بيلبسوا فين بيكونوا كلهم فرحانين وهم عمالين بيلعبوا فوق ظهر الديك الملعون، فده خلى الديك الملعون يتعصب كده وبيعرفهم ان هم في السما ومن الاحسن انهم يقعدوا وما يلعبوش فوق ظهره. وفي الوقت ده كان في مجموعه وحوش من الفيران الملعونه اخدوا بالهم ان الديك الملعون سايب فين ولاو يركبوا فوق ظهره، ومستغربين ليه وحش زي ده من مستوى ملك الوحوش سايب اتنين من البشر العاديين راكبين فوق ظهره عادي جدا. وهنا هم ما كانوش فاهمين اي حاجه في اي حاجه، لكنهم دلوقتي بقوا بيعتبروا ان الديك الملعون هو ملك الوحوش بتاعهم بعد ما فين خلص على ملك الصراصير، وبقوا بيعتقدوا ان الديك الملعون سايب فين ولاو يركبوا فوق ظهره بيحاول يوصل لكل الوحوش الاقوياء اللي في المدينه ان هم ما فيش حد يقرب من البشر، لان في الحاله ديت لما يكون وحش قوي جدا زي الديك الملعون كده ما بيعملش مشاكل مع البشر، فده معناه ان هو بيدعو للسلام ما بينهم كلهم. وفي الوقت ده برضو كانت الغوريلا المقاتله شايفه فين ولاو والديك الملعون طايرين فوق المدينه، وكانت مبسوطه جدا لان فين ولاو بقوا اقوى والديك الملعون بقى وحش من مستوى ملك الوحوش، ده غير كمان انها سمعت ان هم عملوا معاهده سلام مع الوحوش اللي في مدينه سانج، فكده من وجهه نظره بيقربوا من المستقبل اللي كلهم بيتمنوه، وهو ان البشر والوحوش يعيشوا في سلام كلهم مع بعض. بس المشكله ان المستقبل ده موجود بس في مدينه مينيهاي ومدينه سانج، المدن التانيه لسه لحد دلوقتي فيها مشاكل كتير قوي والوحوش والبشر عايزين يموتوا بعض. بس هنا ابو نضاره اللي شفناه قبل كده لو تتذكروا بيجي كده وبيقوم ضارب الغوريلا المقاتله وبيعرفها ان هي من الاحسن ما تضيعش وقتها هنا وتنزل تشتغل معاهم، وبنلاقي ان الاثنين اللي كانوا عايزين يخطفوا تشوي بس فين ولاو كانوا بيحبطوا كل مخططاتهم بقوا
وبقوا في النهايه شغالين عمال نظافه في المجاري مع الغوريلا المقاتله. المهم فين ولو والديك الملعون مستمرين في الطيران فوق مدينه ميني هاي، وبيعدوا على الكلب لولو مع صاحبته، والكلب لولو برضه كان عنده نفس وجهه نظر الغوريلا المقاتله، وهي بما ان الديك الملعون دلوقتي بقى ملك وحوش وعايش في سلام مع 2 من البشر، ده هيحفز بقيه الوحوش انهم ما يعملوش مشاكل مع البشر في مدينه ميني هاي، وبيتحول بعد كده لشكل الوحش بتاعه، وبيعرف البنت اللي بتربيه تركب في ظهره، وبيفضلوا هما كمان يتمشوا في المدينه. وبنشوف بعد كده المدير تشانج في المستشفى وهو عمال بيقول مع نفسه انه دفع $1,000,000 للدكتور علشان ما يقولش لحد ان فين ولو شغالين في فرقه مقاتلين الوحوش، وعلى الرغم من ان هو اكتر حاجه بيكرهها هو صرف الفلوس على الفاضي، بس كان لازم يعالج فين علشان يقدر ينام مرتاح البال. بس بيسحب كلامه ده لما بيشوف فجاه ان فين ولو واقفين قدامه، وهو عمال بيقول ان مهما كانت الاصابه بتاعت فين فكان دايما بيرجع على قيد الحياه. المهم بيتماشى مع الامر الواقع وبيقول ان مفيش حاجه في ايديه علشان يعملها، وبيتعصب بعد كده على فين ولو وبيعرفهم ان هم سهرانين لوقت متاخر فمن الاحسن يروحوا يناموا هما الاثنين حالا. وبالفعل فين ولو بينفذوا اوامره وبيروحوا يناموا على طول. بس بنشوف ان بعد كده في اليوم الثاني كانوا نايمين في الجنينه، وده اللي كان المدير تشينج ما كانش يقصده، كان المفروض يناموا في غرفتهم، بس رغم كده بيروح يجيب لهم بطانيه وبيغطيهم وهم نايمين، وبيعرفنا بعد كده ان هو بيحبهم وبيخاف عليهم وبيعتبرهم زي اولاده. بس المشكله فيهم انهم مجانين ومش عاقلين زي بقيه المجانين. وهنا بيسال نفسه ليه يا ترى الاجازه بتاعتهم طولت وما جاش القائد الاعور ياخدهم علشان يرتاح منهم شويه. ما علينا، بعد ما المدير تشينج بيغادر المكان بيظهر النظام لفين وبيفكروا ان في مهمه جدا في عالم تاني لازم يعملها، بس فين كان نايم ومش مهتم خالص للي النظام بيقوله، فبيصر عليه النظام وبيعرفوا ان المهمه ديت هتختفي بعد يوم واحد وانه لازم يقبلها دلوقتي بدل ما تختفي. بس برضه فين بيتجاهل كلامه وبيكمل نوم. ده خلى النظام يتعصب شويه وبيقول ان هو زهق من التعامل مع المجنون ده، وبيتعصب اكتر من فين لان فين كان طلب من النظام يخليه اقوى علشان يقدر يحمي الناس اللي بيحبهم. بس فجاه بتيجي للنظام فكره، والفكره ديت انه بيعرف فين انه يقدر ينقل له معاه في المهمه دي. فعلى طول فين بيصحى من النوم كده، والنظام كان مبسوط ان الخطه بتاعته نجحت لان فين بدا يحاول يصحي لاو، ولما لاو بيصحى فين بيعرفه ان المجنون اللي في دماغه بيقول له ان في مهمه في عالم تاني ويقدر يجي معاه، وكالعاده لاو بيوافق، ولما لاو بيوافق يبقى فين موافق.